أسعد الله أوقاتكم بكل خير مشاهدينا الكرام. أحييكم من الفضائية الإريترية وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار لظهيرة اليوم. نبدأها بإعلان عن التماس رؤية هلال شهر شوال لعام 1439 هجرية الموافق 2018 ميلادي، حيث أنه من المحتمل ظهور هلال شهر شوال مساء يوم الخميس 29 من رمضان 1439 هجرية الموافق 14 من يونيو 2018 ميلادي إن شاء الله. وعليه فالمطلوب من جميع المسلمين أن يلتمسوا الهلال في هذا المساء المذكور، فمن رأى الهلال فعليه إثبات شهادته لدى أقرب مكتب فرعي لدار الإفتاء أو مجلس الأوقاف. وعلى أي مكتب فرعي لدار الإفتاء أو مجلس أوقاف ثبتت لديهما الرؤية الاتصال بالمكتب المركزي لدار الإفتاء والشؤون الإسلامية بأسمرة برقم الهاتف 12 42 88. فإذا ثبتت الرؤية مساء الخميس إن شاء الله سيكون العيد يوم الجمعة 15 من يونيو 2018 ميلادي، وإن لم تثبت الرؤية فيه فسيكون يوم الجمعة 15 من يونيو 2018 تكملة لشهر رمضان 30 يوما، ويكون يوم السبت 16 من يونيو 2018 أول أيام عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعلى العالم الإسلامي أجمع باليمن والبركة، وعلى وطننا العزيز بمزيد من التقدم والرخاء والسلام. كل عام وأنتم بخير. دار الإفتاء والشؤون الإسلامية الإريترية. مشاهدينا الكرام، نبدأ نشرتنا لظهيرة اليوم بالعناوين. مدرسة محبرة الفنية تخرج 179 طالب. زراعة أشجار الشورى في شواطئ حرقيقو. تبرع بالدم في كلية الدقيح. ترامب يوقف المناورات الحربية مع سول في تنازل مفاجئ. اليونان ومقدونيا تتواصلان لاتفاق لتسوية خلاف بشأن اسم مقدونيا. ومصر 12 شخصا بسبب الأمطار الموسمية ببنغلاديش. أهلا بكم مجددا. خرجت مدرسة محبارة الفنية في 12 من يونيو 179 طالبا، بينهم 46 طالبة في 9 مجالات تعليمية. وقد درس الطلاب نظريا وتطبيقيا لسنتين في مجالات الميكانيكا والبناء والتخطيط والكهرباء والمجاري والحدادة والإلكترونيات والمسح والنجارة والخراطة، إضافة إلى الصور الميكانيكية والكمبيوتر. وقال مدير مدرسة محبارة الفنية الأستاذ عبد الوهاب محمد علي إن على الخريجين إدراك أن التعليم الذي تلقوه يعتبر البداية ويجب تطويره بالعمل والتعليم المتواصل. وأوضح المدير العام لقسم التعليم الفني والمهني في وزارة التعليم السيد تسفاي سيوم أن الاستثمار الجاري في القدرات البشرية يعتبر من أول الأولويات في عملية إعمار البلاد، معربا عن ثقته لمساهمة الخريجين في برامج التنمية الجارية. وقد خرجت مدرسة محبارة الفنية 4166 طالب في 19 دفعة. يقوم سكان ضاحية حرقيقو بمديرية مصوع بأنشطة زراعة أشجار الشورى على شاطئ البحر لحماية التنوع الإحيائي. وأشاد السكان بمبادرة التشجير من وزارة الثروة البحرية وإدارة المدينة، مؤكدين العمل لإنجاح جهود تحويل المنطقة إلى خضراء. وقالت مدير ضاحية حرقيقو السيدة حليمة عثمان إن أنشطة تشجير الشورى التي جرت من عام 2004 وحتى عام 2006 حققت نتائج جيدة، لكن تدخل الإنسان والحيوان دمر الأشجار، واستفادة من تلك التجربة يعملون لزراعته بتوسع. وذكر مسؤول قسم الثروة البحرية السيد سامسون زكارياس أن أنشطة تشجير الشورى الجارية تعتبر امتدادا لأنشطة التشجير في الجزر والقيام بالتوعية بشأن أهميته وفوائده، داعيا المواطنين للعمل لإنجاح التشجير ورعايته. وتخدم أشجار الشورى إلى جانب حماية التنوع الإحيائي ومكافحة انجراف التربة لتكاثر الأسماك.
تبرع طلاب ومدرسي الكليتين المتواجدتين في عد قيح بالدم في إطار حملات التعبئة الجارية لتنمية بنك الدم إنقاذا للحياة. وأكد مسؤول خدمات تبرع الدم في بنك الدم الوطني سيد محاري أبراهام على جمع 363 وحدة دم في عملية التبرع التي جرت من 4 إلى 8 من شهر يونيو الجاري في كلية الآداب والعلوم الاجتماعية وكلية التجارة والاقتصاد. وقال السيد محاري إن مهام بنك الدم هو رفع وعي الشعب بالتبرع بالدم وتنمية التبرع التطوعي للدم. وأوضح أن الدم الذي يجمع من المتبرعين الطوعيين يتم توزيعه إلى 22 مستشفيا ويعطى إلى المحتاجين مجانا. وأفاد طلاب ومدرسي الكليتين أن رؤيا المرضى يتعافون بفضل الدم الذي تبرعوا به يشعرهم بالرضا، موضحين عن الاستمرار لتنمية تبرع الدم. ومن جانبهم شكر أعضاء بنك الدم الذين شاركوا في العملية الطلبة والمدرسين على التبرع بالدم، وذكروا أن 75 من المتبرعين أو 75% من المتبرعين كانوا من الإناث. عقد سيمينار لأكثر من 200 من الشباب العمال في المؤسسات الحكومية في دباروا حول القضايا الآنية ودور الشباب. وأوضح المدير العام لقسم الثقافة والرياضة في إدارة الإقليم الجنوبي السيد أبراهام يوهنس في السيمينار أن الوعي أساس التنظيم القوي، داعيا الشباب للتقييم الموضعي للأقاويل وتمضية وقتهم لتطوير أنفسهم وتغيير محيطهم. من جانبه أشاد مدير مديرية دباروا السيد فروينجيل تخلا هيمانوت مساهمة الشباب العمال في أنشطة النفير التنموي والرياضة، وينتظر منهم القيام بدور رائد في برامج التنمية. وقدمت في المناسبة الجوائز للفائزين في المنافسات التي جرت بين الشباب العمال في المؤسسات الحكومية من 14 من أبريل وحتى 31 من مايو. مشاهدينا الكرام، نعود مع الأنباء العالمية بعد هذا الفاصل. على الصعيد العالمي، قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تنازلا مفاجئا لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون بوقف المناورات العسكرية مع كوريا الجنوبية، في مفاجأة حيرت الحلفاء والمسؤولين العسكريين والأعضاء الجمهوريين بالكونغرس. وفي مؤتمر صحفي عقب القمة التاريخية بين ترامب وكيم في الثلاثاء في سنغافورة أعلن ترامب أنه سيوقف ما وصفها بتدريبات عسكرية اعتيادية استفزازية للغاية وباهظة التكلفة. ومن المؤكد أن يثير القرار ردود فعل كبيرة في كوريا الجنوبية واليابان حليفتي واشنطن. هذا وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أن ترامب عرض رفع العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية، ولم يصدر تعليق حتى الآن من الولايات المتحدة بشأن رفع العقوبات. وأضافت الوكالة إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه الدعوة لزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون لزيارة الولايات المتحدة، وإن كيم وجه الدعوة لترامب لزيارة كوريا الشمالية، وإن كلا منهما قبل دعوة الآخر. توصلت اليونان ومقدونيا لاتفاق تاريخي لحل خلاف بشأن اسم تلك الجمهورية اليوغوسلافية السابقة، والذي أدى إلى توتر العلاقات بين البلدين الجارين على مدى عشرات السنين. وقال رئيس الوزراء المقدوني زوران رائيف إنه بموجب الاتفاق سيطلق على بلاده رسميا اسم جمهورية مقدونيا الشمالية، وتعرف مقدونيا رسميا حاليا في الأمم المتحدة باسمها المؤقت جمهورية مقدونيا اليوغوسلافية السابقة. وقال رائيف إن الاتفاق سيفتح الطريق أمام انضمام تلك الدولة الصغيرة الواقعة في البلقان للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي، والذي يعرقله حاليا اعتراض اليونان على استخدامها اسم مقدونيا. وتقول أثينا إن هذا الاسم ينطوي على مطالب بالسيادة على إقليم بشمال اليونان يحمل نفس الاسم. وما زال يتعين تصديق برلماني للبلدين على الاتفاق وإجراء استفتاء في مقدونيا، وهو اختبار صعب لزعيمي البلدين.
أدت انهيارات أرضية وأحداث أخرى نتجت عن أمطار موسمية غزيرة في جنوب شرق بنغلاديش إلى مقتل 12 شخصا على الأقل. وقال مسؤولون حكوميون إن الوفيات وقعت في منطقتي كوكس بازار ورنجمتي بسبب أمطار استمر هطولها على مدى الأيام الثلاث الماضية. وقال مسؤول بارز في لجنة إغاثة وترحيل اللاجئين في بنغلاديش إن الأمطار دمرت نحو 1500 كوخ أو ألحقت بها الضرر منذ مطلع الأسبوع. وقال محمد شاه كمال أكبر مسؤول مدني في وزارة إدارة الكوارث والإغاثة إن الحكومة تعمل مع منظمات إغاثة دولية على سرعة إعادة توطين مجموعة أولية تضم 100,000 من الروهينجا. كشف تقرير جديد أنه يمكن للأشخاص الذين يعيشون في السويد شحن سياراتهم الكهربائية أثناء القيادة على الطرق، إذ عززت الحكومة حاليا طريقا بطول 2 كيلومتر بأدوات خاصة لشحن السيارات الكهربائية، والذي يعد الخطوة الأولى من مخطط حكومي على مستوى البلاد لتطوير الشوارع لتكون قادرة على إعادة شحن السيارات الكهربائية. التقنية الجديدة مدمجة داخل قضيب معدني محفور في الطريق نفسه، وتحتاج السيارة لإسقاط ذراع متحركة على القضيب المعدني الموجود في الطريق لإعادة الشحن، وبمجرد تحركها بعيدا عنه يتم فصله بشكل تلقائي. وخطط السويد لا تهدف لإمداد جميع الطرق في البلاد، لكن بدلا من ذلك تهدف الحكومة إلى تثبيت سكك حديدية بطول 20,000 كيلومتر على الطرق السريعة. ومن المتوقع أن تكلف تلك الخطوة حوالي 1,000,000 يورو لكل كيلومتر. نهاية النشرة مشاهدينا الكرام، شكرا لكم على حسن المتابعة، تحياتي لكم أينما كنتم، إلى اللقاء.